السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسمي علي سيف، ودايما عندي فضول اني بتخيل رأي الشخصيات العظيمة اللي فرقت عالمنا في الامور اللي بتحصل دلوقتي. ممكن ده بيخليني اشوف الموضوع بشكل مختلف. واللي هنشوفه دلوقتي لقاء تخيلي مع الدكتور مصطفى محمود بخصوص احداث افتتاح دورة الالعاب الاولمبية بباريس. تعالوا نشوف. السلام عليكم، ازاي حضرتك دكتور مصطفى محمود؟ اولا انا سعيد جدا ان اكون مع حضرتك، وبعد ما عرضت على حضرتك الفيديو الخاص بافتتاح دورة الالعاب الاولمبية الاخيرة بباريس، احب اعرف رأي حضرتك. شكرا جدا يا علي. اولا لازم نعرف نفرق بين حاجتين دايما بيحصل بينهم خلط كبير جدا. اولا مفهوم التقدم المادي والفرق بينه وما بين الحضارة. التقدم المادي يا علي يعني إننا بنطور في حاجات ملموسة زي التكنولوجيا والصناعة والطب. يعني مثلا لما يبقى عندنا مستشفيات أحسن أو تكنولوجيا تسهل حياتنا، ده كله تقدم مادي. طب والحضارة بقى يا دكتور؟ أما الحضارة بقى يا علي هي حاجة أعمق من كده بكتير. هي مش بس تطور مادي، لكن كمان تطور ثقافي وأخلاقي. يعني الحضارة بتشمل دروب الفنون والأدب والعلوم والقيم الإنسانية. لما نقول إن في حضارة بنقصد إن المجتمع بقى عنده قيم وأخلاق وفنون بتعبر عن هويته. يعني ممكن كده يا دكتور نكون متقدمين ماديا من غير حضارة؟ بالظبط كده يا علي. ممكن يكون عندنا تكنولوجيا متطورة، لكن لو ما عندناش قيم وأخلاق يبقى المجتمع مش متحضر. يعني التقدم المادي لوحده مش كفاية، لازم يكون معاه تقدم ثقافي وأخلاقي. المشكلة يا دكتور إن المجتمعات الأوروبية شايفة إن ده جزء من الحرية. الأول لازم نعرف يعني ايه حرية يا علي. الحرية اللي هم عارفينها انك تقدر تعمل اللي انت عايزه بس من غير ما حد يقيدك. وللأسف يا علي ده مفهوم خاطئ، لأن الحرية السليمة يعني انك تكون مسؤول عن أفعالك. يعني مش من حقك تأذي حد أو تتعدى على حقوق الآخرين. معنى كده يا دكتور إن الحرية مش بس إننا نعمل اللي إحنا عايزينه؟ بالظبط كده يا علي. الحرية الحقيقية هي حرية الروح والعقل من شروره وشهواته. لما تكون حر من جواك وتكون عندك قيم وأخلاق، ساعتها تقدر تعبر عن نفسك بحرية من غير ما تضر حد. معنى كده يا دكتور إننا لازم يكون عندنا وعي وإحساس بالمسؤولية؟ صح كده يا علي، عندك حق. كل ما زادت مسؤوليتنا كل ما زادت حريتنا، وبكده نقدر نبني مجتمع متحضر، مش بس متقدم ماديا، لأ، ده مجتمع عنده أخلاق وقيم وبيحترم حرية الآخرين وبيحافظ عليها. طب إزاي بقى يا دكتور الإسلام اتعامل مع كل المفاهيم دي؟ الإسلام كان ليه تأثير عميق في تشكيل الأفكار دي يا علي. الإسلام كان له دور كبير في تشجيع العلم والمعرفة. عندك في القرآن في آيات كتير بتدعو للبحث عن العلم. مثلا في سورة العلق أول آية نزلت كانت بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني العلم مش بس مهم، ده فريضة على كل مسلم. في العصور الوسطى الحضارة الإسلامية كانت منارة للعلم. العلماء زي ابن سينا وابن الهيثم قدموا إنجازات عظيمة في الطب والفلك والرياضيات. معنى كده يا دكتور إن الإسلام كان له دور كبير في تطوير العلوم وبالتالي في التقدم المادي للبشرية، صح كده؟ بالظبط كده يا علي. وده مش بس في العلم والتقدم المادي، لكن كمان في الحضارة. الحضارة الإسلامية كانت مليانة بالفنون والآداب. الشعراء والفنانين كانوا بيستخدموا الفنون عشان يعبروا عن قيمهم وأفكارهم. أما بالنسبة للأخلاق يا علي، فالإسلام شدد على حسن المعاملة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان قدوة في الأخلاق،
وكان يقول حب لأخيك ما تحب لنفسك. يعني لو عاوز الخير لنفسك لازم تحب الخير للناس كمان. الإسلام كمان يا علي بيبحث دايما عن العدل والمساواة، وده دايما تلاحظه في كل آيات القرآن الكريم. في سورة النساء يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. صدق الله العظيم. يعني لازم نكون عادلين في كل تعاملاتنا، سواء مع الأهل أو الأصدقاء أو حتى مع الغرباء. معنى كده يا دكتور إن الأخلاق في الإسلام مش بس واجب ديني، لكن كمان أساس لبناء مجتمع قوي؟ صح كده يا علي. الأخلاق هي اللي بتربط الناس ببعض وبتخلي المجتمع متماسك. لما نكون مع بعض بقلوب صافية نقدر نبني حضارة حقيقية. وبالنسبة للحرية، الإسلام بيضمن الحرية لكل فرد، ولكن مع مسؤولية. يعني كل واحد عنده حرية في اختياراته، بس لازم يعرف إن أفعاله ممكن تأثر على الآخرين. الإسلام كمان بيشجع على حرية التعبير، بس في إطار من الاحترام. يعني لو عندك رأي عبر عنه مفيش مشكلة، لكن من غير ما تجرح مشاعر حد تاني. وهي دي الحرية الحقيقية يا علي. شكرا جدا يا دكتور، وسعيد بلقاء حضرتك، واستفدت كتير من الآراء اللي حضرتك عرضتها في الحلقة. وده كان يا أصحابي نهاية اللقاء التخيلي مع الدكتور مصطفى محمود. يا رب تكونوا استفدتوا، وما تنسوش استنوا الحلقات الجديدة.